الفرق بين ديكريتو فلوسي وال 4000 الشخص اللي وافقت عليهم ايطاليا باش يجوا لتونس، هذه راي عقد دائم يعني عقد مده طويله، مش كيما ديكريتو فلوسي. ديكريتو فلوسي مكثروا يعني نتاع سيزون، تخدم 9 شهور وتروح، تخدم 6 شهور وتروح، تخدم 6 شهور وتبقى من غير خدمه، تخدم 9 شهور وتبقى من غير خدمه في ايطاليا. الفرق بيناتهم اللي باش تكون يعني كونترا سي دي اي بمده انديترميني، يعني تنجم تهز ديريكت البيرميسو دي سيجورن وبعد تبدلوا وبعد تولي عامين 3 4 5، يعني باش تكون المده كبيره، مش كيما يعني يكون عندك فيزا نتاع 6 شهور برك وباش توصل تعمل 6 شهور وترجع. لا، باش يكون عندك اقامه ايطاليه وباش يكون عندك كونترا انديترميني، وباش تكون يعني فرصه ذهبيه ل 4000 تونسي. يا ربي ان شاء الله يكون طريقه التسجيل سهله. ايش معناها سهله؟ ان شاء الله تكون ثم بوابه، ان شاء الله يحلوا ليان، ان شاء الله يخلوه في بيرو الشغل. المهم باش نيفيتو لي زارناك، باش نيفيتو المتحايلين، وباش نيفيتو الاسوام الخياليه في الكونتراتوات. كما تعرف كما ديكريتو فلوسي برشا عباد كانت ضحايا، ثم اللي خرج لايطاليا ودفع 50 مليون ولقى روحه في الشارع، ثم اللي دفع وما مشاش، ثم اللي تحايلوا عليه صب فلوس وما مشاش لايطاليا من اصله. هذاك علاش خليكم برونشي اي حكايه باش تهبط في الموضوع نتاع 4000 موطن شغل اللي منحتهم ايطاليا تونس. بحول الله نصورها لكم في فيديو. ربي مع الجميع.